السلام عليكم يا احلى اخواتي، احلى اصحاب، وحشتوني. اهلا بكم في قناتي فضفضه قلب مع رنوش. هنا هنحكي ونفضفض ونرمي الهم من القلب. ولو تعبان زعلان او فرحان وعايز تشارك المكان ده ليك، مع رنوش هنكون دايما سند لبعض، وكلامنا كله طالع من القلب للقلب. السلام عليكم يا حبايبي. القصه دي ما بعتلهاش يا رانيا، بعد اذنك اعرضي لي مشكلتي، بس يا ريت اللي يرد بدون تجريح. انا بنتي باخر سنه بكليه، من سنتين اتعرفت على زميل ليها. من اول يوم شفته انا ما ارتحتلهوش، وقلت لها ده ما ينفعش وكده. من سنه اختفى فجاه، طلع اهله دخلوه مصحه للعلاج من الادمان. اوبا، دي مشكله كبيره. الادمان عمره ما يشفى منه، حتى لو دخل هما بيخش وبيخرج اكتر من الاول. المهم، وبعدين عن موضوع الادمان، هو شخص كل صفاته مش كويسه. بنتي اتعلقت بيه جدا، ولما دخل المصحه واختفى قلت الحمد لله، ووديتها هي لدكتور نفسي عشان هي كانت نفسيتها وحشه جدا. وفجأة خرج من شهرين، وحذرتها ترجع تكلمه، وبالفعل عملت له بلوك بكل مكان، وحاول يكلمها من ارقام كتير، وكان بتصده وتهزقه. لكن قعد يقول لها انا هتجوزك غصب عنك بمزاجك، انا هتجوزك. كانت الدنيا تمام لحد لما الدراسة بدأت. طبعا اما الدراسة بدأوا يتقابلوا في الكلية، ودي مشكلة كبيرة. بدأ يلزق لها في كل مكان بالجامعة والكورسات والسكاشن، وعرفت بإحساسي. وبعد متابعة إنها رجعت تكلمه ومخبية عليا عشان ما منعهاش من الخروج، وكلمتها بالذوق. ما ينفعش ده يبقى زوج ليكي. ده لو انت فعلا يا بنتي اتجوزتيه، حياتك كلها هتبقى خراب. ممكن يبقى لك حاجاتك اللي في الشقة بسبب الشرب والإدمان. طبعا مامتي خايفة عليكي، وهي تقول لي أنا عارفة ومش هكلمه تاني. اعمل ايه؟ اروح اكلم اهل الولد ولا هدده؟ ده واد لزقه جدا ومدمن، ربنا يشفيه ويعفى عنه. وقصصه كتير بالرغم انه بكليه كويسه. اعمل ايه؟ احبسها بالبيت واضيع مستقبلها، وهو باباها مسافر، وانا متردده اقول له. وعاوزه حل بدون تجريح لو سمحتوا. وما تقولوش انا عملت لبنتي تحليل ادمان، والله تحليل مخدرات، وهي تمام الحمد لله. انا دلوقتي المشكله دي انا مش عارفه اعمل ايه، احلها ازاي؟ فعلا احبس بنتي ولا ابلغهم؟ اروح اقول لاهله، ولا اعمل ايه مع الولد ده؟ ولا اكلمه في التليفون يبعد؟ هو بالمنظر ده مش هيبعد عن بنتي، هو اللي زي لها. وانا بقول انا قاعده من كليه انقلها من كليه تانية. لو سمحتوا شوفوا لي حل بعد اذنكم، وردوا عليا وابعتوا لي كومنتاتكم، وانا هوصل الكومنتات بتاعتكم للحاله ديت. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فضفضه قلبي مع رنوش. لو حاسين ان الكلام ريحكم او لو شويه، ما تنسوش تسيبوا لي رايكم وتشاركوا لي فضفضتكم. انا دايما هنا اسمع لكم من القلب، وبنتقابل دايما بكلام دافي وجو مريح. خلي قلبك دايما مرتاح. مع السلامه لحد ما نتقابل في فضفضه جديده.